ها فقد. مرحبا يا يونس. يا حاج البرسيم خلص والبهايم جعانه. البهايم؟ جعانين. يعني فيش برسيم في البيت؟ فيش خالص. ده انا كنت جايب المنقل على كده وكنت اشوف لي. طب اقول لك حاجه، خد المنقل اهو جايب، والفرده اللي جيب لك ده 3 4 شلمي. مش تبعنا ده جد بتاع الناس. زرع منها فيش مني دي. اسمع الكلام زي ما اكلمك انا، يعني مش هينفع، مش تبعنا الزرع دي جد. يا ولد زي ما اقول لك، ده انا يعني جات على النهارده ده من زمان هعمل كده. خد روح 3 4 شل من الراجل الزرع اللي جبلينا ده، وتعالي بس تخليش حد يشوفها. حاضر يا جد. ارمح قبل ما حد يجي. حاضر يا جد. مستنيك هنا انا. ماشي حاضر. روح. راضينا يعني. والله الواحد يختار مع يده يا اخي. زرع ناس دي يا ربي. والله زرع ناس. لما نشوف ياخذ معاه. انت على حاجه زين دول برسامات عاليه. والراجل الزرع لو جه اشوف نخرب الدنيا معاه. عاجبين وما عاجبينهوش يجي هو بنفسه يحش. ايش الكلام ده؟ يابا من الليل وتطول كده يا ابوه، لحد يمسكوا من صحبات الزرعه ولا حاجه ولا ايدي. ده عيال تجيب المرض. واجد. هي دي. هذه البرسمات اللي حشيتها عاجبينك خير وبركه، ما عاجبينك شيء روح بنفسك وحش. هم دولي. انا زرع الناس ما انقلبش عليه ثاني. يا قد ما كفوش رميس هذولي. انا زرع الناس ما انقلبش عليه ثاني. عايز روح حشك حتى الزرع كله حش. يا ولدي خذ وروح حش شويه ثانيه. روح حش لك عربيه. انا فاقلكش. هات بطين ثاني. لا فاقلكش. خذ روح بنفسك حق فاقلكش. روح شوف لي عالي تجيب الفقر بدري داي. روح. انا اقوم اجيب لك 3 4 شال لم البيع. ما الزرع واسع وزرع الناس تحشوا فيه. ده انتوا تجيبوا البلاوي. خذ حش شويه برسيم كده قدوش المعزي سايب شويه منه. يابا علي عيالي يا باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما لي خليك تحشوا زرعت من ترى. زرعت مين داي؟ دي زرعتنا احنا ولا زرعت مين؟ يا ولد انت زرعت حق عبد العال ده مش زرعت. ضمن ولد الحاج عبد العال ساكن في مصر. انت؟ ايوه. فين الحاج عبد العال؟ في البيت. يابا يروح بل الحاج عبد العال ده، انا جاي اخذ شويه برسيم وروح عنده. روح معوش غير اروح فين؟ انت راجل كبير كده وانت والله اقول لك ما تخنقنيش. ايوه فين الحاج عبد العال؟ في البيت اقول لك. طب توكل على الله. يلا كده توكل على الله وسيب برسام مش هتدوم كلمه. يلا كده توكل. طيب يا ولد تزقش انت، يعني انت ولد الحاج عبد العال. يعني اعمل لك ايه؟ انا هندمه لك واجرسك في البلد وانت راجل كبير دلوقتي مش وش جرس. يا عم الحاج اقسم بالله اللي زيك دلوقتي هيتوب. يا ولد ايه يا عم انت وساكن في مصر؟ اقول لك مخنوق انا. طب صلى على النبي. اقسم بالله ما طالبه. ما دام انت ودي الحاج عبد العال من غير الجرس انا هاخذ الحشيش. مش حدك برسيمه والله. ومش حاجي هنا ثاني. يلا مش حدك بس اسمع مني طيب. انت مستعبط. يلا لا يا ولدي طب يا عم سيبهم. يلا طب اوعى تقول لابوك ان انا جيت هنا. والله العظيم ما جلست في بلدنا. يلا اوعى تقول لابوك ان انا جيت هنا. لا والله لا اقول له. زين. يلا كده يا ولدي يلا شوف الواد زكيه. اقول لك حملاش. يلا كده توكل الله امشي وانا ادري رايح لابوي ونشوف نرجع تحصل ايه نحصل. يا راجل انت راجل كبير وشايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شفتوا اللي حصل في الفيديو، ده بيحصل حقيقي على أرض الواقع، وبيحصل أكتر من مرة، وحصل أكتر من مرة، وحصل في أكتر من مكان. طب زين، الناس اللي بتعمل اللي حصل ده في الفيديو مش حرام عليها مثلا انك انت مثلا تروح تاخد حاجة مش بتاعتك، او عندك بهايم توكلهم حاجة حرام، او ما عندوش زرع؟ ليه ما يروحش الواحد عنده قدرة وعنده إمكان وزرع كتير يروح يقول له بكل أدب واحترام وذوق: يا أخي أنا مثلا محتاج منك حط برسيم أو إقراط برسيم أو إقراطيا، أنا ضامن 100% أو أي حد اتعرض عليه الموضوع ديتي تمام وجها لوجه مش هيقصر معاك. فأنت يعني اتجنب إنك أنت تاخد حاجة مش بتاعتك أو حاجة حرام وتوكلها لبهايمك في البيت. ونتمنى من الناس ده ما يحصلش تاني، علشان ده حرام وما يرضيش حد يعني، ولا يرضي ربنا ولا حد خالص. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون الفيديو وجه رسالة لكم والناس تستفيد منه وما تعملش ده تاني.
علشان دي حية ناس وحرام وما ينفعش يعني اللي بيحصل ده والله. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي بالراحه البرسيم صغير ريسي عسرك فيه ازاي انت؟ بالراحه بالراحه. حرام عليك حيد. عارك صعب قادر والله. ما انت عندك بس فيها تعارك بضحك. قدمك يلا كأنك يا راجل كبير كذا ما اخبط فيك والله قد بعرفك. لا صور انا اقول في انك انت يا حاج والله انت ودك صح حلو والله حلو اقسم بالله تمسحوش نكمل عليه. لا ولا انت تحير فيك حرام. ما تعملش زي الحاو انت كده بس نعرف ناخذ انت معك. ما انت لفت كذا خلنا اضحك. قول له كده اقدر مصلحة حق وقف هنا قول ما تعوق واحد وانت وفين الحاج عبد العال دي يعني؟ البيت توكل على الله يمشي يلا يا ولد تزقش كده. يا اول شوف كيف يعمل حاج شوف زيادة حقني كيف امسك الكاميرا بتاعتك يا ابن عم انت خلاص. ما هي ممسوكه بس لكش دعوه انت. يلا عم الحاج ما دقيق قلت فين الحاج عبد العال؟